الست اللي قدامك دي اسمها منى، بس خليني اقولك ان دي اخطر ست انا كتبت عنها. الست دي مرعبة فعلا بكل المقاييس. السلام عليكم. الفيديوهات بتاعتي بتكلم فيها عن سحرة وسفاحين واكلي لحوم بشر والى غيره، بس ايه رأيك لو جمعنا كل الصفات دي وحطيناها في شخصية واحدة؟ جهز نفسك بقى علشان الفيديو ده مختلف تماما، ان شاء الله يكون فيديو ممتع، وما تنساش الاكسبلور. ويلا بينا. سنة 1956 وبالتحديد في ماليزيا اتولدت مازنة اسماعيل، واتولدت في أسرة متوسطة الحال. لما كبرت كان طموحها انها تكون مغنية مشهورة والناس تسمع اغانيها، وفعلا بدأت تسجل كام اغنية ليها، وعلى الرغم ان كان صوتها كويس جدا الا ان محدش سمعها، ولكن هي ما استسلمتش، وبعد فترة انتجت اول ألبوم ليها، بس برضه الألبوم فشل ومحدش سمعه. في الأثناء دي وهي كانت عمالة تحاول وتغني، اتعرفت على شخص اسمه محمد فندي. الراجل ده كان بيحب صوتها وواثق جدا في قدراتها وامكانياتها، واول حاجه عملها انه غير اسمها من مازنة اسماعيل لمنى فندي، وبعدها على طول اتجوزها وساعدها في انتاج اغاني جديده، ولكن للأسف فشلت برضه. ومن هنا قررت انها تستخدم اسلوب جديد علشان تتشهر، قررت انها تستخدم الاعمال والسحر علشان تتشهر، وفعلا قدرت انها توصل وتتعرف على ساحر قوي جدا. الساحر اعجب جدا بطريقة تفكيرها وقرر ان هو يعلمها السحر، وتعلمت منه السحر الاسود واساليب سحر خطيرة جدا بتخليها تقدر تحقق بعض الامنيات للناس. وفوق كل ده اداها كتاب فيه كل اسرار السحر اللي عدت عليه. وفعلا منى فندي اتقنت السحر جدا، ونسيت اصلا الغنى واتجهت للمجال ده، وفتحت مركز علاج روحاني كبير، وبقى جوزها محمد فندي هو مدير اعمالها، وما كانش فيه اي زبون بيجيلها والعمل بتاعها يفشل. العمل اللي كانت بتعمله بينجح على طول، وكان معظم زباينها من الطبقه الغنيه، ومش من ماليزيا بس، ده من كل الدول المجاوره. وزي ما قلت لك مفيش اي عمل كانت بتعمله ويخيب، كل الاعمال اللي كانت بتعملها ناجحه. وعلشان كده قدرت في الفتره دي انها تعمل ثروه كبيره جدا، وقدرت انها تشتري قصر كبير في ماليزيا، وانتقلت هناك هي وجوزها والمساعد بتاعها، وبداوا يكملوا الشغل بتاعهم، وبنت في القصر ده غرفه سريه وباب سري، وده علشان لو جالها شخصيه مهمه تجيلها وهي مش قلقانه، تيجي وتخرج من غير ما اي حد يشوفها، وده علشان تحافظ على خصوصيات الزباين بتوعها. فعلا الست دي ذكيه وخطيرة جدا. زوجها بيقول ان ملامحها في الفترة دي كانت بدأت تتغير، بيقول انه ساعات كان بيبص لشكلها بيترعب، حس ان هو شاف شيطان، ولكن هو مهتمش وطنش الموضوع. واستمرت منى فندي في شغلها لحد ما جالها شخصية غيرت حياتها 180 درجة. راجل غني جدا ومشهور في ماليزيا اسمه مزلان محمد. الراجل ده كان نفسه يكون حاكم ماليزيا، وسمع عن اعمال منى فندي، فقرر ان هو يتواصل معاها ويقول لها على مطالبه. ردت عليه وقالت له اديني يومين علشان اتواصل مع اللي شغالين معايا. هي كان قصدها على الجن. فضلت تحاول وتدور على طريقه، ولكن هي ما كانتش عارفه لان الموضوع كبير جدا عليها. وعملت اجتماع وقعدت مع جوزها والمساعد، وقالت لهم انها مش قادره تتواصل مع الجن، وانها مش عايزه تضيع الفرصه دي من ايديها. وقدروا انهم يعملوا خطه ووصلوا لحل ما يخطرش على بال شيطان. اتصلت على مزلان وقالت له انها محتاجه $1,000,000، وانها قدرت توصل لمعلومات وجابت حاجات هتخليه يوصل للحكم. واتفقت معاه انه يجيلها ويقابلها في سريه تامه، محدش يعرف خالص ان هو جاي. وفعلا جه مزلان ودخل من الباب السري، وكان حاضر الجلسه دي جوزها والمساعد بتاعها. واول ما مزلان محمد قعد على الكرسي، راح المساعد مطلع السيف وقطع رقبته، قتله في ساعتها. وبعد ما قتلوه قطعوا الجثه 18 قطعه، وعملوا كده لانهم هينفذوا نوع من اخطر انواع السحر السفلي. والنوع ده من السحر بيخلي الساحر يقدر يتواصل مع الشيطان. وفعلا منى فندي قدرت انها تتواصل مع الشيطان، والشيطان طلب منها انها تاكل من لحم مزلان، وكلت منه هي وجوزها والمساعد بتاعها. ومن هنا اقدر اقول لك ان منى فندي وصلت لمرحله في السحر محدش قدر يوصل لها، ونفذوا خطتهم وخدوا الفلوس كلها. في الأثناء دي وصل للشرطة بلاغات كتير باختفاء مزلان، ولكن محدش يعرف هو راح فين وجه منين أصلا، لأن المقابلة بتاعته ما كانش حد يعرف بيها خالص. وفعلا مرت الشهور ومحدش قدر يكتشف الجريمة بتاعته. وفي يوم كان المساعد بتاع منى فندي راجع من مشوار ليها، وكان ماشي بالعربية في طريق مخالف، فالشرطة وقفته علشان ياخدوا منه غرامة، ولكن الشرطة لاحظت عليه إنه متوتر جامد، فسألوه
مالك في ايه؟ وفي لحظة اعترف بكل حاجة والجريمة اللي حصلت، كل تفصيلة اعترف بيها للشرطة. وفورا الشرطة راحت على القصر وقبضت على منى فندي وجوزها، ولقوا فعلا بقايا الجثة ولكن كان مكتوب عليها طلاسم كتير جدا. وعلشان الجريمة دي اتحكم عليها هي وجوزها والمساعد بالإعدام، وفي سنة 2001 الحكم اتنفذ. وآخر كلمة منى فندي قالتها إنها مش هتموت وهتفضل موجودة ومش هترحم اي حد. الحاجه الوحيده اللي انا عايزها من الفيديو ده ان انا اروح القصر بتاعها. استنوا الفيديو الجاي وبس كده.